تقريبا كده الجاتو الشاتو ده هتعمليه بمنتهى البساطة وهيطلع معاكي تحفة ومن غير فرن وطعمه لذيذ لذيذة. اهم حاجة بقى في مكوناته انك تشوفي الخطوات كلها وتطلعي الصوص الجميل ده بمنتهى الجمال اللي انت شايفاه ده. ده احلى صوص شوكولاتة هتعمليه. هجيب اول حاجة بيضتين هحطهم في الخلاط، هنزل عليهم كوباية سكر كوباية زيت، وهنزل عليهم واحد فانيليا، وهنزل يا شوكولاتة دارك زي ما انا عاملة كده، يا هتنزلي معاهم نص كوباية كاكاو خام، يا نص كوبايه شوكولاته يا نص كوبايه كاكاو خام. هضربهم في الخلاط لغايه لما المكونات ديت تتقل معايا في الخلاط. اول ما تطلع معايا تقيله بالجمال دوت، هتبداي تاخدي منها كوبايه هتسيبيها على جنب عشان تزيني بيها الوش بتاع الجاتو شاتو. هبدا بقى انزل عليها كوبايه اللبن عشان ابدا بقى اعمل الكيكه بتاعتها. هضربها برده في الخلاط زي ما انتم شايفين عشان تبقى بقى ايه زي المواد السائله بتاعت الكيكه. وهبدا اجيب بوله هعمل فيها كوبايه دقيق، بس اهم حاجه تنخريها نخله كويسه جدا عشان ده اللي بيدي الهشاشه للكيكه. بس هبدأ بقى انزل كده بالكوبايه كلها وانخلها وانزل عليها معلقه كبيره بيكنج باودر او كيك شيف، ورشه ملح صغيره خالص. وهبدأ بقى كده انزل عليها بالمكونات السائله زي ما انتم شايفين. هنزل بالمكونات السائله وهضربها كويس جدا بالشوكه. صدقوني بقى ايه، لو جربتي تضربي بالشوكه وتسيبك من السلك خالص المضرب السلك، هتطلع معاكي في منتهى الجمال. هبدأ اجيب بقى المجات اللي انا هشتغل فيها واجيب طاسه غويطه، هحط فيها المجات بمنتهى البساطه اللي انتم شايفينها دي. سهله جدا وبسيطه ما فيهاش اي حاجه. هدهن المجات كلها بالسمنه او الزيت، وهبدا كده اشغل عليهم بقى ايه النار فوق البوتاجاز زي ما انت شايفه، وهحط الصينيه وهوسطن النار خالص على على الكب كيك. هبدا بقى اجيب بقى بعد ما خلصت معايا كده، اخدت معايا تلت ساعة بالظبط وكانت خالصة معايا من فوق البوتاجاز. ما ندخلهاش الفرن تاني وصدقيني هتطلع معاكي في منتهى الجمال. صوص الشوكولاته اللي انا شلته على جنب حطيته، وبصوا بقى الجمال، شوكولاته سايحه في بعضيها طعمها تحفه. بجد بجد لازم تجربوها من نفس الطريقه. ولايك وشير لو عجبكم الفيديو، ومع السلامه.